بسم الله الرحمن الرحيم على كل اخواتي وحبايبي. طبعا في البدايه اعمل اشتراك للقناه واعمل لايك ونصلي على النبي في الكومنتات وندعي لاخواتنا في غزه، وتعالوا مع بعض نشوف الاخبار. الفيديو بتاع النهارده هنتكلم في مباراه الاهلي امبارح والتعادل بتاع الاهلي والاخطاء اللي حصلت في الماتش. فتعالوا مع بعض نراجع التشكيل اللي بدأ بيه روبيرو امبارح، وبعد كده نقول التوقعات وتقييم اللعيبه وتقييم روبيرو والاخطاء اللي عملها روبيرو في الماتش. طبعا هو بدأ امبارح بمحمد الشناوي في الباك الشمال، كريم فؤاد واحمد رمضان بيكهام واشرف داري وعمر كمال عبد الواحد. قدامهم كان محمد علي بن رمضان واليو ديانج وزيزو. في الهاف الشمال بن شرقي والهاف اليمين تريزيجيه وقدامهم جريديشار. طيب نتكلم واحده واحده كده في الباك الشمال. مشكله روبيرو ان انت منزل في الباك الشمال كريم فؤاد، وكريم فؤاد اداؤه في الباك اليمين افضل بكتير من الباك الشمال. احنا امبارح طول الماتش ما عملتش عرضيه واحده الا لما بعد كريم فؤاد راح الباك اليمين. انت كريم فؤاد امبارح كان في الباك الشمال ما عملش عرضيه، ما عملش اي حاجه، ما كانش فيه اي استحواذ. بعد ما خرجت عمر كمال عبد الواحد في الشوط في بدايه الشوط الثاني ونزلت كوكا في الباك الشمال، بدا عندك الباك اليمين يتحرك وبدا تشوف استحواذ وتحرك ناحيه الباك اليمين. كل ماتش بتغلط نفس الغلطه وتحط كريم فؤاد في الباك الشمال. ايه الهدف ان انت تحط كريم فؤاد في الباك الشمال؟ كده انت موت الباك الشمال وموت عندك الباك اليمين. احمد نبيل كوكا، انت نزلت احمد نبيل كوكا في الباك الشمال. احنا كده كده عندنا مشكله في الباك الشمال، طبعا اصابه محمد شكري، فعايزين بديل لمحمد شكري. مش هنفضل طول الموسم بمحمد شكري بس، فمحمد شكري مش هيدينا الاداء اللي الاهلي مستفاد بيه. الاهلي عنده يعني عنده لعيبه وعنده سكواد يقدر ان هو يكسب اي مباراه، يكسب اي حد في افريقيا. فاحنا عايزين بديل لمحمد شكري في الباك الشمال، ويا ريت نوظف كل اللعيبه في مكانها. طيب انت خرجت عمر كمال عبد الواحد وحطيت كوكا في الباك الشمال. طيب نيجي في خروجه بن شرقي، انت خرجت دلوقتي بن شرقي، فاستنى بتريزيجيه ان تريزيجيه يروح مكان بن شرقي ويفضل مثلا نزوله طاهر محمد طاهر في الباك اليمين او في الهاف اليمين. يعني انت خرجت بن شرقي، رحت مخرج بعديها تريزيجيه وخرجت محمد علي بن رمضان. لقينا في الماتش احمد نبيل كوكا اللي هو اصلا نازل باك شمال بقى يضم في الوسط جنب اليو ديانج. نزلت احمد رضا. احمد رضا امبارح كان بيعمل كرات اصلا احنا مش عارفين، باصات كلها غلط، تقييمات كلها غلط، يعني استخلاص بالكوره كلها غلط. الوحيد اللي امبارح كان بيلعب سته وكان استخلص كل الهجمات بتاعه غزل المحله هو اليو ديانج. اليو ديانج امبارح اداؤه كان بصراحه ممتاز جدا. فانت رحت خرجت تريزيجيه وخرجت بن شرقي. طيب انت دلوقتي نزلت لاعب الند بالند. انت ليه الفكره لما خرجت جريديشار؟ طب انت بتخرج جريديشار ليه ما تلعبش بمهاجمين صريحين؟ يعني ليه ما تلعبش بمهاجم صريح؟ تلعب باثنين بدل ما تلعب بواحد، العب باثنين، ما تلعبش بواحد بس. ايه الفكره لما انت تلعب بمهاجم صريح واحد؟ طب ما تلعب ببن شرقي او تلعب قصدي بكريم محمد شريف والعب بجريديشار. ايه الفكره ان انت تلعب بلاعب واحد في المهاجم الصريح؟ على الرغم ان انت عندك الكابتن علاء عبد العال كان عامل ساتر دفاعي، كان بيلعب بالفرقه كلها ورا، ما كانش فيه اصلا يعني حد بيلعب، ما كانش بيلعب غير الكره الطوليه وهو بيلعب بالفرقه كلها. طب انت عايز اللي يخلص لك او عايز اللي يقدر يخلص لك الكوره؟ خرجت بن شرقي يرجع تريزيجيه مكانه، ده بديله، ونزل طاهر محمد طاهر. رحت طلعت بن شرقي وحطيت مكانه حسين الشحات، وطلعت تريزيجيه وحطيت طاهر محمد طاهر. عندك الهاف اليمين هاف الشمال ماتوا، وخرجت جريديشار ونزلت محمد شريف. عمل ايه محمد شريف؟ يعني الثلاثي اللي انت نزلته ده ما عملش اي حاجه، ما ضافش اي حاجه للماتش. محمد علي بن رمضان نزلت مكان احمد رضا. عمل ايه احمد رضا؟ طب ما تسيب محمد علي بن رمضان ونزل عندك تريزيجيه مكان بن شرقي وخلي طاهر محمد طاهر. كان احسن وافضل من حسين الشحات. حسين الشحات كان ميت اصلا، ما كانش له وجود، ما كانش عارف يباص، ما كانش عارف يلعب. لاعب غايب بقاله فتره، رايح تنزله في الماتش ده وانت اصلا يعني كنت محتاج الماتش ده عشان تعلى بالصداره.
انت يعني الاهلي في 3 مباريات عمرها ما حصلت ان الاهلي في 3 مباريات يجمع 5 نقاط. ده لو ما معيش لعيبه خالص ما بجمعش ال5 نقاط، على الاقل خالص بفوز ال3 ماتشات، على الاقل بفوز ماتشين واتعادل ماتش. انا لحد دلوقتي ما شفتش اداء في الملعب، وانت واقف على الخط، ولا في استحواذ ولا في اصلا تحميس للاعيبه ولا بتزعق. الكره الوحيده اللي زعقت فيها ان هي بتاعت احمد نبيل كوكا، عشان الكره بتاعته بطيئه، بيباصي بطيء. انا نفسي افهم ايه اللي انت بتعمله. ما شفناش لحد دلوقتي منك اداء كويس، معاك احسن، لا مش عارف توظف اللعيبه، مش عارف تنزل تغييرات كويسه. ما شفناش منك اي حاجه. التغييره الوحيده اللي احنا يمكن انا من وجهه نظري شفتها صح، خروج عمر كمال عبد الواحد ونزول كوكا في الشمال، لان كوكا لعب شمال كتير، وعمر كمال عبد الواحد خرج ورجعت كريم فؤاد في الباك اليمين. عرفنا ان احنا نشوف استحواذ، وعرفنا ان احنا نشوف كوره. انت ايه الفايده من اللي انت بتعمله ده؟ ليه مش عارف توظف اللعيبه؟ ليه عايز تفضل اللعيبه يبقى في باصات كتيره في الملعب؟ لا، انا عايز اللي يلخص الكوره، عايز اللي يقدر يوصلني بالجون اقدر اجيب هدف. انا كل اللي انا عايزه عايز افوز واقدر اجيب هدف. انت ليه عايز تخلي اللعيبه تفضل تباصي كتير؟ كل اللعيبه اذا كان بن رمضان، اذا كان بن شرقي، اذا كان تريزيجيه، لا الكوره من ايه؟ من رجل اللاعب للاعب. انا يعني نفسي يبقى في لاعب يرفع عرضيات، عندي باك يمين وعندي باك شمال. عايزين نشوف بديل لمحمد شكري. لحد دلوقتي يعني ايام ماليو، طبعا ايام ماليو جوزيه كان عندنا في الباك الشمال ده لاعب اثنين وثلاثه، سيد معوض، الله يرحمه، محمد عبد الوهاب، كان موجود جilberto، كان موجود لعيبه كتيره في الباك الشمال. دلوقتي احنا بندور على لاعب يلعب عندنا باك شمال، مش لاقيين لاعب يلعب باك شمال يساند محمد شكري. محمد شكري اتصاب، نلعب مين مكانه؟ كوكا. كوكا اصلا مش حابب يلعب باك شمال، كوكا عايز يلعب في وسط الملعب، عايز يلعب جنب، يا اما مروان عطيه، يا اما لوديانج، يا اما محمد علي بن رمضان يلعب مكانه، لان ده مكانه الاساسي. ايه الفكره في ان انت تلاعب كوكا باك شمال؟ ماشي، هو لعبها كتير، بس احنا عايزين البديل. مفيش بديل لحد دلوقتي. فاحنا يا ريت يا ريبيرو ركز مع اللعيبه ووظف اللعيبه صح. اعرف امكانيات اللعيبه اللي معاك، اعرف ان انت معاك افضل سكواد وافضل لعيبه. تعالوا مع بعض نشوف الخبر اللي بعد كده. طبعا الكلام اللي معانا كابتن علاء عبد العال. انت يا كابتن علاء يعني ايه الفكره ان انت تلعب بالعشره ورا؟ ادي فرصه ان الناس او الفرقه الثانيه تعرف تهاجمك، تلعب كور عرضيه، وان انا العب على الكره العرضيه او الكره الطويله عشان اقدر اوصل للمهاجم او اوصل للفريق الثاني. يعني انت ليه بتبوظ اصلا يعني الماتشات، الدوريات المصريه؟ يعني لحد دلوقتي، يعني على راي الكابتن رضا عبد العال، قال لك لو جه جارديولا الدوري المصري مش هيعرف برضه يوظف اللعيبه، او مش هيعرف يفوز، او مش هيعرف يطلع اداء كويس في الماتش، بسبب اللي المدربين المصريين بيعملوه، بيلعب بالعشر كلهم ورا. ايه المشكله لما تلعب كوره مع، يعني توظف اللعيبه وتخلي الفريق الثاني يهاجمك، نشوف كوره كويسه في الدوري المصري. طبعا الخبر اللي معانا بعد كده اللي هو يخص الكابتن سيد عبد الحفيظ. الكابتن سيد عبد الحفيظ مع ابراهيم فايق. طبعا في ناس بتقول ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيفكر يرشح نفسه في انتخابات رئيس النادي الاهلي في الانتخابات القادمه. الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا جاله كلام من داخل النادي ان هو يرشح نفسه في الايه انتخابات رئاسه النادي الاهلي. هل الكابتن سيد عبد الحفيظ ممانع او لا؟ فطبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مش ممانع ان هو يرشح نفسه لرئاسه النادي، بس هو وضح فكره ان انا عشان اترشح في رئاسه النادي لازما يبقى في حاجه معينه. تعالوا مع بعض نشوف الكلام اللي قاله الكابتن سيد عبد الحفيظ والخبر اللي قاله. طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال عشان اترشح لانتخابات رئاسه النادي الاهلي لازم ان انا طبعا ايه ارجع لرئيس النادي الاهلي اللي هو الحالي، عشان خاطر استاذنه او ان انا اتكلم معاه ان انا اترشح لرئاسه النادي. هل ده هيوافق ولا لا؟ ده طبعا قرار الكابتن سيد عبد الحفيظ، قرار الكابتن محمود الخطيب. لما الكابتن سيد عبد الحفيظ يروح لرئيس النادي ويقول له على الترشح. فطبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ ترشحوا في انتخابات النادي الاهلي القادمه، هناك رئيس نادي لابد من مراجعته. تمام؟ في هذا القرار، وهذا هي اصول داخل النادي الاهلي. عشان يترشح لازما يستشير رئيس النادي اللي هو الكابتن محمود الخطيب دلوقتي، لان دي اصول داخل النادي الاهلي.
والاصول دي ما بتنفعش تتغير في النادي الاهلي، عشان الاهلي دايما ماشي بمبادئ وقيم ما ينفعش يغيرها في النادي الاهلي. طبعا الخبر ده يخص بيراميدز. بيراميدز امبارح خسر امام مودرن سبورت، طبعا خسر 2-1، فده فرصه للنادي الاهلي ان هو يستغل المنافس بتاعه اللي هو بيراميدز، عشان خاطر بيراميدز بدا يفقد نقاط كتير، فاحنا نستغل الفرصه دي زي الزمالك دلوقتي بدا يستغل الفرصه دي عشان يوصل لصداره الدوري، ويبقى فرق النقاط بينه وبين المنافس فرق كبير عشان ياخد الدوري. فاحنا في النادي الاهلي المفروض نستغل الفرصه دي، لان بيراميدز الموسم ده مش في مستواه. طبعا بيراميدز طبعا خد بطوله افريقيا وشايف ان هو خلاص بقى من الانديه القمه في الدوري المصري، فاللعيبه بدات تتكبر او بدات شايفه نفسها. فاحنا ليه ما نستغلش فرصه ان بيراميدز بدا يقع؟ لان طبعا كل الاقاويل وكل الناس بتقول المنافسه السنه دي هتبقى بين الاهلي وبين بيراميدز، كله مستبعد نادي الزمالك من المنافسه، بس الزمالك وضح لينا وقال لا انا في المنافسه، وبدا ينافس وبدا يكسب كل الفرق اللي بيتقابل معاها، ودي حاجه كويسه في نادي الزمالك. احنا في النادي الاهلي ما بنستغلش الفرصه، يعني سقوط بيراميدز وسقوط الزمالك في مباراه التعادل ما استغلناهاش، عشان كده الاهلي لازم في مراجعه للعيبه ومراجعه للمدرب عشان يقدر يستغل الفرص دي. طبعا الخبر اللي كمان معانا يخص بيراميدز، اداره بيراميدز بتفكر ان هي تقيل المدرب او تمشي المدرب، وقالت ان في مدربين طبعا قدامنا ومن ضمنهم مدرب الاهلي السابق كولر طبعا دلوقتي على تقييم لعيبه الاهلي في مباراه امبارح امام غزل المحله. بس قبل ما اتكلم على التقييم انا نفسي اعرف الادمن بتاع صفحه فاركو ده جاي منين اصلا، او ايه شغلانته؟ يعني هو منزل امبارح على الصفحه بتاعه فاركو عشان خاطر مباراه الزمالك النهارده وفاركو، منزل حاجه غريبه جدا، طبعا هتظهر في الصوره اللي قدامكم، منزل الكسبان على الارض، فاركو هو الاصل، فاركو والزمالك. يعني بمعنى صح بقول للزمالك اللي هيكسب ياخد ارض اكتوبر، بايه؟ بحته تريقه او بحته ايه كوميديه كده غريبه. فتعالوا مع بعض هنقيم دلوقتي لاعيبه النادي الاهلي في مباراه غزل المحله امبارح، وقولوا رايكم في الكومنتات او في التعليقات. طبعا محمد الشناوي كل الكرات اللي جت على محمد الشناوي امبارح كان كويسه جدا، فهنديله 5/10. كريم فؤاد طبعا في الشوط الاول ده انا بالنسبه لي 1/10، لانه ما كانش فيه اي حاجه. احمد رمضان بيكهام 4/10. اشرف داري 6/10. عمر كمال عبد واحد، يعني ما اداش اي حاجه في الشوط الاول او في ال 45 دقيقه اللي لعبهم، ف0/10. محمد علي بن رمضان 4/10. اليو ديانج بالنسبه لي 9/10. هو اللاعب الوحيد اللي امبارح بصراحه كان عامل مجهود، وكان فيه يعني كل الكرات اللي كان جايه على مرمى الاهلي هو استخلص كل الكرات دي. بن شرقي 4/10. زيزو 5/10. تريزيجيه ما شفتش منه امبارح اي كرات، فهنديله 4/10. جراديشار 3/10. ده بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي. نيجي بقى للتغييرات. طبعا التغييرات احمد رضا على الله حكايته، ف1/10. وحسين الشحات 0، ده اخره 0، ده 0/10. يعني طاهر محمد طاهر هو كفايه عليه 1/10، كتر الف خيره امبارح نزل الملعب وعمل شغل كويس يعني. محمد شريف هو كفايه عليه 2/10، هو هيجمع في الاخر ويجيب تيشيرت ماشي 2/10 حلو. احمد نبيل كوكا اللي كل شويه يضم في الوسط ده 0/10 برضه ما شفناش منه اي حاجه. استنونا في فيديو جديد، ما تنساش تعمل اشتراك ولايك، واستنونا في فيديو جديد.